عاد عبد المجيد تبون إلى الجزائر بعد شهرين من الغياب في ألمانيا، حيث كان يعالج في أحد مستشفياتها بعد إصابته بمرض قالوا عنه أنه وباء كورونا، حيث لم يعلنوا عن اسم المستشفى ولا الفندق الذي أقام فيه طوال فترة النقاهة التي قضاها هناك. العودة كانت بنفس الطريقة، حيث لم يعلنوا مسبقا عن تاريخ محدد، ولم يسمحوا بنقل تلفزيوني لمراسم استقباله، ولم ينشروا حتى ولو صورة واحدة له عند وصوله إلى مطار بوفاريك العسكري. بعد سويعات من وصوله أذاعوا الخبر على القناة العمومية، حيث ظهر تبون في مقطع الفيديو يجلس على أريكة وعلى يمينه وشماله رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول وقائد الأركان، وكان يتحدث إليهم وهو يحرك رأسه بشكل بطيء ويديره إلى اليمين أحيانا وإلى الشمال أحيانا أخرى، ثم ألقى كلمة مقتضبة في نهاية الفيديو. الأمر الغريب الذي لاحظه الجميع وهو أن رجله اليمنى كانت تظهر من تحت الطاولة التي أمامه وكأنها ملفوفة بجبيرة، كتلك التي توضع في حالات كسور العظام، ما أثار الكثير من التساؤلات، خاصة وأنهم عودون منذ سنوات على الاعتناء جيدا بالفيديوهات المتعلقة بالرئيس، حيث لا يظهرون إلا ما لا يستطيعون إخفاءه من عيوب وآثار المرض. لماذا لا هذه المرة؟ وكأنهم تعمدوا إظهار ذلك، حيث تشتتت عقول الجزائريين وحتى الأطباء منهم، خاصة وأن المرض المعلن عنه هو كوفيد-19. يقول أمير الذي تنبه لهذا الأمر مفسرا هذه الحالة الاستثنائية في فيديوهات الرئاسة إنها خدعة، وقد تعمدوا وضع هذه الجبيرة على رجل تبون لإيجاد تبرير وتفسير لعدم إظهاره واقفا أو يمشي، والهدف من ذلك إخفاء حقيقة مرض تبون الذي لا يبدو على الإطلاق أنه كورونا. وما يدعم هذه الفرضية المدة الكبيرة التي قضاها في المستشفى، ثم فترة النقاهة الطويلة التي أكد عليها الأطباء الألمان، حيث أن مثل هذه التوصيات الطبية توصف غالبا لمن لديهم إعاقات حركية وللناجين من الإصابات الدماغية. يضيف أمير قائلا: تبون سيعود إلى ألمانيا لاستكمال العلاج، وربما سيخفون ذلك عن العامة أو يقولون كما اعتادوا بأنه عاد من أجل فحوصات روتينية، ومجيئه إلى الجزائر لم يكن إلا بسبب إصرار جماعته على ذلك، للتوقيع على قانون المالي 2021، ثم لإعطاء المزيد من الصلاحيات القانونية لبعض من المحيطين به والمقربين منه، والأهم من ذلك تفويت الفرصة على جناح آخر في السلطة يريد تطبيق المادة 102 على تبون والتخلص منه نهائيا. النظام الجزائري بجميع أجنحته يلاحظون في الآونة الأخيرة نشاطا كبيرا للأحرار واستعدادات حثيثة للعودة للحراك، حيث يخشى جناح تبون أن يستغل الجناح الآخر عودة الحراك بالإضافة إلى المرض ويستعملهما كذريعة ومبرر لتطبيق المادة 102، كما حدث مع بوتفليقة بالضبط، ولهذا فهم يحضرون أنفسهم أمنيا لقمع أي مظاهرات أو مسيرات محتملة. الآن على الأحرار أن يأخذوا كل هذه الاعتبارات على محمل الجد، وألا تكون العودة للحراك وسيلة يستخدمونها المتصارعون على السلطة من أجل أهدافهم الخاصة، بل يجب أن تكون العودة منظمة ومنسقة وذكية، ولا تصب إلا في مصلحة الحراك والثورة السلمية فقط.